واحدة بتقول عندها 3 اخوات وعايشة مع اخواتها وابوها وامها متوفية. مع الوقت اخواتها كلهم اتجوزوا ومشيوا، وهي بعدها بكام يوم اتجوزت، ولكن ما حصلش نصيب واتطلقت. رجعت بيت ابوها. بعدها بكام يوم ابوها توفى، وفضلت لوحدها في البيت لغاية ما اخواتها قرروا ان هما يبيعوا البيت عشان الورث. وبعد ما باعوه مبقاش ليها مكان تقعد فيه، وبقت كل اسبوع تروح تقعد عند واحد من اخواتها، بس ما كانتش مرتاحة برغم ان هي في بيت اخوها، بس المعاملة والاسلوب خلاها ما بقت حاسة ان هي غريبة. وفي يوم من الايام واحد من اخواتها دخل لها الاوضة وقال لها ما تخرجيش من الاوضة تاني، واكلك وشربك هيوصلك لحد عندك، وقال لها احمدي ربنا ان انت قاعدة معانا وبنصرف عليكي. فالبت الصراحة فضلت تدعي ربنا ومبقاش قدامها غير الدعاء، كانت دايما تقول يا جابر السماوات والأرض اجبر قصد قلبي. ففي يوم من الأيام كان في دوشة كبيرة بره، أخوها دخل عليها بورقة وعايز يمضيها، فوهي بتمضي لقيت إن مكتوب إن هي ورقة الكتب بتاعي. فهي لما رفضت قال لها إحنا عايزين نخلص منك. ف وهي بتمضي بالصدفة لقيت الراجل اللي هتتجوزه ده عنده 73 سنة. فهي مضت وهي مجبورة، وجي برضه في بالها وهي بتمضي ما ممكن يكون أحن عليا من إخواتي. وبعد كتب الكتاب العريس اتفق معاهم إن هما يعملوا الفرح بعدها بأسبوعين. عدى أسبوعين و3 وشهر، أخوها فضل يديها بالكلام ويقول لها أنت منحوسة وأنت فقر، حتى الوحيد اللي جه عشان يلمك كرهك وهرب منك. وهي برضك على حالها لسه بتدعي يا جابر السماوات والأرض اجبر كسر قلبي. بعدها بأسبوعين الباب خبط، واكتشفوا لقوا شاب صغير بيقول له انا ابن العجوز اللي اتجوز، فكنت جاي ازور مرات ابويا لو تسمح لي. فالاخ رحب بيه جدا ودخله، ولما دخل عليها الاوضه قال لها انت في مقام امي وانا جاي اديكي حقك الشرعي، وانت ورثتي من ابويا 10 مليون جنيه. اخوها سمع الرقم واتصدم، والواد طلب منها توكل واحد من اخواتها عشان يكملوا بقيه الاجراءات، ولكن هي رفضت. قالت له لا انا ما بقتش اثق فيهم، هوكلك انت. وبعد ما الاجراءات خلصت واتحط لها الفلوس في حسابها في البنك، بقت مقتنعه جدا ان حسن الظن بالله والدعاء بيغيروا الاقدار، واللي يتوكل على ربنا عمره ما هيتوب او يتخزي. ربنا قال لك ادعي لي وانا هستجيب لك. ربنا رحيم بعباده ومفيش احن من ربنا علينا. ولما الدنيا تتقفل ببنها في وشك ادعي ربنا، لان ربنا كريم واسمه الرحمن الرحيم. ربنا اسمه الوهاب، يعني بيكرمك وبيرزقك من غير ما تعرف الرزق جالك ازاي. ربنا اسمه الجبار، قادر يجبرك على كسر قلبك. ربنا اسمه العزيز، قادر يعزك عن سؤال غيره. ربنا سبحانه وتعالى اسمه الغفور التواب، يعني مهما عملت ذنوب وانت رحت لربنا وعلى بابه ربنا هيقبلك وهيغفر لك وهيتوب عليك. ربنا اسمه السميع العليم، يعني شايفك وسامعك وعارف اللي جواك وانت عايز تقوله ومش عارف تقوله. ربنا حفيظ وبيحفظك من كل شر انت خايف منه. ربنا قريب مجيب، وكل حاجة بتدعي بيها ربنا بيجيبها لك بس في وقتها.